Panda. Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. كأس الاتحاد الإفريقي الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس السوبر الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على حامل لقب دوري الأبطال الترجي التونسي ب2-1، وذلك في المباراة المثيرة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة للمرة الأولى. ملعب الثاني بن جاسم بنادي الغرافة سيبقى شاهدا على الأجواء الكبيرة التي صنعتها جماهير الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي في هذا الحوار العربي المغاربي في كأس السوبر الإفريقية. معين الشعباني بدا متفائلا، أما هدوء المدرب باتريس كارتيرون فسبقته عاصفة من الهجمات للفريق المغربي، الأولى عبر محمود بن حليب الذي ضيع وجها لوجه، والثانية لم يوفق سفيان رحيمي في تحويلها إلى هدف. أما الثالثة فكانت ثابتة، المتألق عبد الإله حفيظي أعطى التقدم للرجاء بتسديدة مباغتة من بعيد. انطلقت الأفراح في المدرجات ورحيمي كاد يضيف هدفا ثانيا لولا التمركز الرائع للحارس رامي الجريدي. طه ياسين الخنيسي حاول الرد سريعا في أول محاولة حقيقية لأبناء باب السويقة، لكن النتيجة ظلت على حالها في المشهد الأول. حامل لقب دوري الأبطال لا يفكر إلا في التدارك، والشعباني زج سريعا بيوسف بالليلي من أجل تعزيز خط الهجوم. أنيس البدري حاول التعديل من بعيد، لكن الزنيتي كان في المكان المناسب قبل أن يتحرك الجزائري يوسف بالليلي وبتصويبة قوية أعاد المواجهة إلى نقطة البداية. فرحة جماهير الترجي لم تدم طويلا بعدما تكفل القائد بدر بنون بتسجيل الهدف الثاني للرجاء بطريقة رائعة. تغيرت ملامح زملاء الخنيسي، وبالليلي لم ينجح في التعديل من هذه المخالفة المباشرة قبل أن تشتعل المواجهة أكثر، وأبناء المدرب كارتيرون سيروا الدقائق الأخيرة كما ينبغي لتنتهي القمة بفوز نسر الرجاء الذي حلق عاليا في سماء الدوحة محرزا لقب كأس السوبر للمرة الثانية في تاريخه. عقب المباراة